طفل 13 سنة يقتل ويقطع ويرمي كل جزء من جسم الضحية في مكان؟ كنت هلحق أي حاجة، كنت هلحقها قبل ما تقطع. وقعت الإسماعيلية اللي هزت كل وسائل التواصل الاجتماعي. انتوا متخيلين ان طفل عنده 13 سنة يستدرج واحد صاحبه ويحصل بينهم مشادة عادية ولكن ما بتنتهيش بخناقة؟ لا، ده بيخبطوا على دماغه لحد ما الطفل ده يتوفى. في فيلم حضرتك نفس القصة بتاعت يوسف ده. وهل هو استكفى بكده ووقف لحد هنا؟ لا، ده مسك الجثة بتاعت صاحبه وقطعها حتت صغيرة. وهل قطعها بسكينة أو بأي حاجة متعارف عليها؟ برضو لا، ده قطعها بمنشار كهرباء. الساعة الضابط بيتكلم معاه عمال يبص في الشقة شمال يمين، أتاري يوسف الشنطة اللي كان بيشيل فيها الأشلاء كان غسلها ونشرها على الحبل، والكاب بتاع محمد نشرهم على الحبل. الطفل محمد اللي عنده 13 سنة بعد ما قطع جثة صاحبه لحتت صغيرة حطها في شنطة المدرسة. ومش بس كده، ده راح ورمى كل جزء من جثة صاحبه في مكان عشان يخفي أثر جريمته للنهاية. وأول ما الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية عرفت بالواقعة قبضوا على الطفل ده واعترف بجريمته وكمان مثل لهم الجريمة. وفي التحقيقات لما سألوه انت ازاي عملت كده، رد عليهم رد غريب جدا وقال لهم انا كنت بقلد فيلم اتفرجت عليه. يعني كارثة بكل المقاييس. متأثرا بمسلسل ديكستر الذي يروي قصة قاتل متسلسل يتخلص من ضحاياه بنفس الطريقة البشعة. السوشيال ميديا والافلام اللي من النوع ده بتأثر على عقلية اطفالنا لدرجة انهم يوصلوا لكده. بس هل نلوم السوشيال ميديا ولا نلوم العامل الاساسي وهو الاهل؟ الطفل قال في التحقيقات ان ابوه وامه منفصلين، وان امه بعد ما سابت ابوه اتجوزت من عمه، وانه كان بيمر بحاله نفسيه صعبه جدا. وده كمان اللي قاله الشهود او جيران الطفل، ان الولد ده فضل فتره كبيره يمر بحاله نفسيه وظروفه النفسيه ما كانتش كويسه، انه بيعاني من اضطرابات نفسيه بسبب البيئه الاسريه المفككه اللي عاش فيها. فهل كل اللي حصل ده وكل الظروف العائليه الصعبه اللي مر بيها الطفل كان سبب في انه يعمل كده في صاحبه؟ بس الحقيقة القصة دي غريبة جدا. يعني ايه طفل في السن ده يعمل كل اللي حصل ده ويقتل ويقطع وكمان يرمي كل جزء من الجثة في مكان شكل عشان محدش يعرف بجريمته؟ هل دي عقلية طفل؟ هل طفل عقله ممكن يوديه انه يعمل كده حتى لو هو زي ما قال سمع فيلم حصل فيه نفس الواقعة دي؟ الحقيقة ان التحقيقات لسه شغالة والجهات المعنية بتحقق في الواقعة، وهنعرف الأيام الجاية هل فعلا الطفل ده عمل كده من دماغه وفعلا السوشيال ميديا والافلام اللي من النوع ده هي اللي اثرت عليه، ولا في حاجه تانية ورا القصه دي. وفي النهايه هنستنى ارائكم في الكومنتات، وهل انتم شايفين فعلا ان الطفل يقدر يعمل جريمه كبيره زي دي لوحده، ولا الموضوع ليه ابعاد تانية وهيكون فيه جوانب تانية هتكشفها التحقيقات في الفتره الجايه؟